ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. انا عند شاطئ السرايا العام، اول شاطئ تم اغلاقه للتوسعات اللي هتحصل في بحر اسكندرية. احنا هنا في السرايا. طبعا في ناس كتير زعلانة لان ممكن شكل البحر ما يرجعش زي الاول اللي احنا متعودين عليه، بس هنشوف ايه اللي هيتم بعد التجديد. ده كده الشارع عشان برضو توثقوا اللحظة قبل التوسعات اللي هتحصل. طبعا هيحصل توسعات و في البحر 15 حوالي 15 متر داخل البحر. مش ده كده شاطئ السرايا اللي احنا كنا واقفين عند الباب بتاعه دلوقتي. طبعا زي ما انتوا شايفين خلاص مفيش ولا كراسي ولا اي حاجة خالص. بصوا يا جماعة، ده باقي شاطئ السرايا بعد الهدم. طبعا كل شواطئ استاد بشر لحد قبل ابو قير، يعني لحد المنظرة هيتم التوسع فيها زي ما قلت لكم بحوالي 15 متر. مش عارفين بقى الشواطئ هترجع لنا بنفس الشكل اللي احنا متعودين عليه، بس اكيد هيبقى فيه تغيير. طبعا نتمنى ان يبقى فيه برضو رملة ومية عشان احنا بنحب بحر اسكندرية. هنكمل معاكم بقى باقي شواطئ اسكندرية كلها النهاردة اللي هيتم هدمها. بصوا يا جماعة، ده هنا شاطئ اسحاق حلمي، طبعا مشهور بالمساحة الرملية الكبيرة. ده برضو داخل من ضمن التوسعات. شايفين؟ في ناس طبعا زعلانة ان شكل البحر هيتغير، بس احنا مش عارفين، يعني ممكن يبقى للأحسن طبعا ونتمنى ده. بصوا في كمان هنا بيلعبوا مساحته الرملية كبيرة جدا، فهم هيدخلوا 15 متر. ما اعتقدش ان البحر ده هيتأثر قوي لانه فعلا مساحة رملية كبيرة. شايفين يا جماعة مفيش ناس كتير زي الاول كان البحر زحمة جدا. احنا النهاردة طبعا يوم السبت 23/9/2023. اسكندرية خلاص ودعت الصيف والمصيفين. انا جايه اوثق معاكم الشواطئ كلها عشان تبقى ذكرى موجوده عندنا في القناه، ونشوف قبل وبعد التطوير هيبقى الشواطئ شكلها ازاي. واحنا هنا لسه مازال موجودين في شاطئ اسحاق حلمي المميز، وكانت تذكرته 15 جنيه، وطبعا لسه شغال لحد اول 10. اللي حابب يجي يودع شواطئ زي كده يتفضل لحد اول 10، عشان بعد كده هيبقى هيتم اغلاقه عشان التوسعات اللي بتتم. بس كل ده كده لسه المساحة بتاعت اسحاق حلمي. صراحة من اجمل الشواطئ اللي انا بحبها، لان انا بحب البحور اللي هي مساحتها الرملية بتكون كبيرة. وكمان بصوا فيها ممكن تلعبوا زي الشباب ده كده. فيها كمان حاجز امواج، فطبعا التوسعات ملهاش علاقة بحواجز الامواج اللي موجودة في الشواطئ.
يلا بينا نروح شاطئ تاني. بصوا ده كده شكل الشارع برضو، عشان اكيد هيتغير بعد ما يتم التوسعات والتطوير. يا ساتر يا رب، مطاف، ربنا يستر. شايفين ده بقى شاطئ ايناس حقي، برضو داخل ضمن التطوير، وهو جنب اسحاق حلمي على طول. برضو بيتميز بمساحته الرملية الكبيرة، يعني برضو مفيهوش ناس كتير، بس برضو كان شاطئ جميل جدا، من اجمل الشواطئ، لانه برضو مساحته الرملية كبيرة وفي كل الخدمات. لسه برضو في ناس بتودع الصيف، يعني قبل المدارس وقبل كمان التوسعات اللي هتتم. also ده لسه باقي شاطئ ايناس حقي. شايفين لسه موجودين في شاطئ ايناس حقي، ونسيت اقول لكم ان سعر التذكرة 10 جنيه. لسه في ناس طبعا موجودة تودع الصيف. انا حبيت بس اوثق اللحظة معاكم عشان يبقى عندكم كل الفيديوهات على قبل وبعد، يعني قبل وبعد التطوير. كويس ان خطة التطوير دي بدأت يعني 1/10، مش قبل كده طبعا، لانه كان هيبقى صعب جدا والناس بتصيف، يبقى في شواطئ مغلقة، فهم اكيد طبعا يعني عاملين ده في الاعتبار يعني. يلا نشوف شاطئ تاني. بصوا يا جماعة، احنا جينا شاطئ تاني، شاطئ ابو هيف المميز، وده برضو كانت التذكرة بتاعته كانت 15 جنيه، وده برضو داخل من ضمن خطة التطوير. في ناس بس برضو مش زي الاول، الزحمة خفت كتير عن الاول. لسه مكملين معاكم باقي الشواطئ. ده كده الشارع طبعا، شارع كورنيش اسكندرية، عشان تبقوا حافظين شكله برضو. احنا طبعا هنبقى معاكم برضو اثناء خطة التطوير، بس انا حابة اوريكم كل حاجة قبل التطوير. بس ده كده مش شاطئ، يعني الناس بتيجي تنزل فيه، مش عارفة اجيب لكم الصورة بالظبط. هو ده جنب شاطئ ابو هيف على طول. ده برضو داخل من ضمن خطة التطوير. شايفين انا لسه مكملة معاكم. هطلع فوق على اللي هي اللي بيقولوا عليها باراجولا
تمام عشان اوريكم الشاطئ ده، لان انا مش عارفه اصور من الحواجز دي اللي محطوطه، فاوريه لكم من فوق. بصوا انا طلعت فوق اهو. ده كان شاطئ اسمه الفنار بس مهجور دلوقتي، مش ما فيهوش حد. في ناس اهي بتصطاد. انا كنت هناك كده عند الحواجز دي بس معرفتش اصور منها، فطلعت فوق عشان اصور لكم البحر. بصوا بقى منظر خرافة بصراحة. متقلقوش ان شاء الله التوسعات اللي هتحصل هيرجعوا لنا الشط تاني زي ما كان، او يمكن احسن، بس هو اكيد يعني الشكل مش هيفضل زي دلوقتي. مياه جميلة قوي النهاردة، هادية وصافية ولونها ازرق جميل. السما كمان صافية. يا رب تكونوا مستمتعين بالفيديو زي ما انا مستمتعة وانا بصوره معاكم. المكان هنا حلو قوي بصراحة. بصوا المية جميلة قوي. يلا نروح نشوف شاطئ تاني. مين زعلان بقى ان الشواطئ هتقفل 11، ومين برضو زعلان ان هو مشى وساب المصيف؟ قولولي كده، قولولي في الكومنتات عملتوا ايه في الصيف، ومشيتوا امتى من عندنا من اسكندرية، وهل في ناس لسه مكملة معانا في الصيف لحد 11 ولا ايه الاخبار؟ قولولي كده. بس انا مستمتعة معاكم جدا بالفيديو ده، و يعني انا من اكتر الفيديوهات اللي بحبها لما بنزل اصور لكم الشواطئ دي. حاجة كده ايه بتفرح قلبي يعني. احنا هنا متجهين لسيدي بشر عشان برضو نشوف الشاطئ قبل ما يتم التطوير. بحاول اصور لكم برضو الشارع يعني بتاع البحر. بصوا النبي، بصوا الشكل طالع على الرصيف. واحد ما بقاش عارف يمشي فين بصراحة. اتوبيس السياحة وشايفينه. قربنا نوصل عند شاطئ سيدي بشر. بصوا وصلنا هنا كده في سيدي بشر. احنا عند حديقة سيدي بشر اهو. طبعا ده اهو شاطئ سيدي بشر مميز. كان طبعا التذكرة 15 جنيه. تعالوا نشوف البحر بقى. فاكرين يا جماعة شاطئ سيدي بشر ده انا صورته معاكم قبل كده؟ كان الشماسي واصلة لحد السوق. بصوا فاضي ازاي، يعني مش زي الاول.
طبعا الزحمة خفت كتير جدا. مية جميلة قوي النهاردة وصافية. هنا لسه حديقة سيدي بشر لسه برضو تحت التطوير ما خلصتش. كل ده كده شاطئ سيدي بشر صورناه قبل كده. تمام. خايفة من الأغاني عشان حقوق الطبع، شغالين أغاني. بصوا يا جماعة، ده كل ده شاطئ سيدي بشر المميز، صورته قبل كده معاكم وموجود على القناة. تعالوا نروح نشوف شاطئ تاني. فاكرين المكان ده اللي بيعلى فيه المية بتخرج بره على الرصيف وحصل هبوط ارضي في الرصيف؟ فده كده بصوا من غير حاجة والمية برضو عالية. فده اول حاجة عايزينها فعلا ان هي يتم تطويرها. بصوا المية واصلة لحد فين. ده كده واحنا لسه في الصيف. في الشتاء بقى بتوصل حوالي 4 متر وبتخرج بره على الرصيف، بيبقى مشكلة في الشتاء فعلا. تعالوا نطلع فوق هنا واصور لكم البحر من فوق برضو، عشان انا المية النهاردة عجباني جدا، لونها تحفة بجد وهادية. فتعالوا نطلع فوق كده واصور لكم البحر من فوق. طلعت فوق عشان اصور لكم الفيو كامل من فوق. بحر جميل جميل جدا ممتع اساسا. بصوا هنا في قاعدة ممكن تقعدوا قدام المية، طلعت لفوق كانت هتغرق. ممكن تقعدوا قدام البحر وتستمتعوا بجد بالجو الجميل ده. بصوا بحر اسكندرية هواه يرد الروح. ودعوا بقى معانا كل الشواطئ الجميلة دي. يلا نشوف شاطئ تاني، يلا بينا. بصوا احنا هنا عند كافيه العزيزية، مشهور قوي العمارة اللي هي الزرقاء دي، انتوا عارفين احنا فين بالظبط. ولسه مكملة معاكم تصوير باقي الشواطئ. فاكرين شاطئ ادوارد الخراط؟ صورناه معاكم قبل كده برضو موجود على القناة، وكانت سعر التذكرة 10 جنيه. هو زحمة شوية عشان الشاطئ مساحته الرملية صغيرة. برضو هنوثق معاكم اللحظة برضو. مية النهاردة جميلة جدا جدا جدا. بصوا الاتوبيس السياحي برضو موجود. الاتوبيس السياحي ده تقدروا تركبوه من المنظرة لحد بحري ومن بحري لحد المنظرة. بتاع الفريسكا. الأجواء جميلة جدا جدا.
لسه مكمله معاكم الشواطئ، وحبيت اوريكم التجدس بيبقى ازاي الزحمه. هو فعلا احنا محتاجين التوسعه دي، لان الواحد ممكن يقف شورت من 45 لميامي في نص ساعه. ف هو احنا فعلا محتاجين ده، بس برضو نحافظ على الشواطئ، يبقى فيه شواطئ ورملة ومية زي ما احنا متعودين وبحر، ما يبقاش ده على حساب ده. يعني احنا محتاجين ان احنا يبقى بصوا الزحمة ما يبقاش فيه زحمة كده. مش عارفة يا جماعة ايه حكاية الموتوسيكلات اللي بتمشي على الرصيف دي، يعني مش سايبين لنا مكان نمشي فيه. بصوا انا هنا في بير مسعود، صورت لكم قبل كده غروب الشمس منه، مكان جميل جدا لو حابين تشوفوه برضو هوريه لكم. هدخل معاكم جوه كده وتشوفوا منظر البحر. بصوا بجد يعني الموضوع صعب جدا، يعني زحمة فظيعة. يلا يا رب يكون التوسعات دي حاجة كويسة لينا تفيدنا، وكمان يفضل جمال شاطئنا زي ما هي. تعالوا بقى ندخل بير مسعود كده واوريكم الشاطئ، شكل البحر من جوه. بصوا في حصان، المكان ده حرفيا جميل جدا. حس فيه كده يعني في وقت غروب الشمس بيبقى تحفة. انا صورت لكم منه قبل كده، هتلاقوا الفيديو موجود على القناة. هو في سلالم كده كتير بنطلعها عشان نوصل عند البحر قدام. اهو بس هم عملوا كراسي ومش عارفه. لما جيت قبل كده كان في كده حديد كده، كنت واقفه كان كل ده كان ميه، معرفش هو ردموه وعملوه شاطئ باين في كراسي وكده. بصوا ما كانش موجود ده قبل كده. طبعا طالعه الرصيف فوق كده عشان اعرف اوريكم شكل البحر، لانه فيه بلوكات. هو ما كانش كده خالص، مش عارفه يعني شكله اتغير. يلا بينا نرجع بقى نشوف باقي الشواطئ. كل ده لسه بير مسعود. تعالوا بقى نكمل جولتنا عشان نشوف باقي الشواطئ قبل ما يتم تجديدها. انا كده متجهة ناحية ميامي والعصافرة وشواطئ المندرة. وصلنا ميامي دلوقتي واحنا في شاطئ فريسكا المميز في ميامي. حاول بقى اوريكم كل الشواطئ عشان تبقوا حافظين شكلها قبل وبعد التطوير. طبعا الفيديو ده
تعبني كتير جدا عشان اقدر اجمع لكم كل الشواطئ اللي هيتم تطويرها. ف رجاء ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك عشان تدعموني. طبعا شاطئ فريسكا في كذا بوابة، وهو التذكرة بتاعته 15 جنيه. سلحنطور. احنا لسه في ميامي. طبعا هنا صعب التصوير فيه كتير لانه في ناس كتير قوي، وانا مش بحب اضايق حد يعني، بس بحاول على قد ما اقدر. انا بصوا انا دخلت من جوه ده الكوبري بره، وانا دخلت من جوه. طبعا احنا بحاول ان انا اجمع لكم كل الاماكن، وفي نفس الوقت برضو لو في مكان مثلا اول مره تشوفوه ابقى انا اوريكم اماكن تانية جديده مثلا. بصوا ده نهايه الممر اللي انا كنت ماشيه فيه، ده موجود في ميامي. احنا كده متجهين لشارع ال45. شايفين اهو الشكل بتاعه اللي شبه كوبري ستانلي، احنا متجهين ليه. بصوا احنا لسه في كوبري 45. ده شكل البحر من فوق. طبعا ده مش داخل من ضمن خطة التطوير لانه طبعا تم تطويره قبل كده. بصوا جمال الشاطئ، الشاطئ جميل جدا. وصلنا شواطئ طاحونة المندرة السياحي، والفرد طبعا ب25 جنيه. فانا هطلع فوق عشان اصور لكم المكان وتشوفوا الفيو. بصوا جمال الشاطئ والبحر. ده هنا شاطئ المندرة، طاحونة المندرة، ليه 5 بوابات. احنا هنا لحظة الغروب، غروب الشمس. كتمت الصوت هنا عشان كان فيه أغنية، طبعا عشان خاطر حقوق الطبع والنشر. كده هنختم الفيديو بتاعنا من المندرة، وكده نكون غطيت لكم كل الشواطئ اللي هيتم التوسعات فيها. انا هنا ادي ده كده الشارع الكورنيش بتاع المندرة، وده احنا كنا في شاطئ طاحونة المندرة. يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا حاولت اغطي لكم معظم الشواطئ او كل الشواطئ. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هتوحشوني جدا. لحد الفيديو اللي جاي، باي باي.